حبايبنا طلاب الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ومنية اتمنى يا جماعة انكم بخير ان شاء الله. النهاردة هنبدأ شابتر جديد، شابتر 2 بيتكلم عن الماجنتيك فلكس. ان شاء الله النهاردة هناخد البارت الاول منه اللي بنشرح فيه الشكل بتاع الماجنتيك فلكس كله، خاص بالواير وخاص بالسيلينويد وخاص بالكويل. تابع معانا الفيديو. بصوا يا شباب، احنا ان شاء الله هنتكلم عن الماجنتيك فيلد. الجزء الخاص بالماجنتيك فيلد بيتكلم عن ايه؟ في انترو بسيطه كده محتاجك تعرفها، في شويه ثوابت محتاجين نفهمهم مع بعض. اول حاجه، ايه هو الماجنتيك فيلد؟ احنا عندنا اي ماجنت بيكون نورث بول وساوث بول. الماجنت ده بيقدر ان هو يجذب في نطاق معين او بيقدر ان هو ياثر في نطاق معين. النورث والساوث دول، انا عندي شكل الماجنتيك فلكس لاينز هي عباره عن خطوط خارجه من النورث للساوث outside the magnet from north to south outside the magnet. في بقى الفلكس ده علشان يكمل تماسك، خد بالك هو بيمشي من النورث للساوث outside كده. طيب بيكمل بقى الباص بتاعه ازاي؟ from inside from south to north. يبقى شكل الماجنتيك فلكس جوه الماجنت ماشي من الساوث للنورث. ده كده بالنسبه للماجنتيك فيلد. علشان خاطر نحسب الماجنتيك فيلد ده، احنا عندنا اولا الماجنتيك فيلد ده على بعضه بيكون اسمه ماجنتيك فلكس لاينز، ده الخطوط كلها. في حاجه بقى اسمها الماجنتيك فلكس دينستي، ده عدد اللاينز اللي موجود في ايه؟ 1 متر بار 2. فاحنا عندنا بالمنطق علشان نجيب الماجنتيك فلكس كله، هو الماجنتيك فلكس بيساوي بي اي ساين سيتا، بي اي ساين سيتا. ده بالويبر وده بالتسلا وده بالمتر باور 2. ودي الانجل اللي ما بين مين بقى؟ ما بين الكويل وما بين الماجنتيك فلكس. طبعا انتوا المفروض ان انتوا فاهمين ان ده مراجعه، فالجزء ده بيتشرح ايه سريعا كده. بس عايز افهمك على حاجه، دايما اي قيمه بتتضرب في ساين سيتا جنبها اعرف دايما ان الاساس منها اللي هو البي اي، يعني دي كده الحاله البيور، الحاله الماكسيموم اللي هي تعتبر كانها ساين 90. يعني ده كانه بي اي ساين 90 ساين سيتا، بي اي ساين 90 ساين سيتا. ساين 90 ب1، يعني كانه مضروب هنا واحد. يقصد ايه؟ يقصد انك عشان تجيب اي كيس دايما بتاخد الكيس الاصليه اللي هي النورمال وتضرب في ساين الزاويه، فساين الانجل دي بتقل طبعا على حسب الزاويه. طبعا الرقم ده طول ما هو 90 فهو كبير جدا. طيب انا مش فاهم حاجه، تعال نفهم القصه دي. اول حاجه خالص لو عايزين نتكلم على الماجنتيك فلكس، ده حاجه بالويبر ماشي، وده بالتسلا وده بالمتر باور 2. الانجل دي يا جماعه بتكون بين الكويل وما بين الماجنتيك فلكس لاينز، ما بين الكويل وما بين الماجنتيك فلكس ايه لاينز. لو فرضنا ان انا عندي كويل بالشكل ده وفي ماجنتيك فلكس لاينز بنتريتد بتخترقه. طيب في ماجنتيك فلكس لو خدتوا بالكم خطوط بره، يعني ما اثرتش عليه، الاريا اللي اثرت عليه الحته دي بس، يبقى احنا كده خرجنا بره نطاق الايه؟ الماجنتيك فيلد. يبقى الاريا دي بس هي اللي افكتد بالماجنتيك فيلد، هي دي بقى الماجنتيك فيلد اللي احنا بنحسبها. خلاص، طبعا هنا ده الفيلد او دي الاريا وده النورمال لاين او ما بين الماجنتيك فلكس لاينز، فالزاويه ما بينهم ايه؟ ساين 90، فنحط هنا ساين 90. الفلكس ده بيكون فاي نوت، فاي ماكسيموم نوت في حاله البربنديكولار، وبيكون الفلكس ده ايكوال تو زيرو في حاله الايه؟ في حاله الباراليل. طول ما هو باراليل الفلكس لاينز ايه؟ قليله. طيب القانون ده بيبقى فيه ايه؟ اولا اول لعبه ممكن تكون ان الاريا دي بتتفك. الاريا دي لو كويل هيبقى لينس في ويدز لو هو ريكتانجل، تمام. لو هو سيركل بيبقى باي ار باور 2. عندك الفلكس ده بالتسلا، حاجه دي قصه كده هنبقى نتكلم عليها بعد شويه. والانجل دي بتكون ما بين الماجنتيك فلكس لاينز. في بقى موضوع الروتيشن او الدوران، الراجل بيبقى مديك في المساله يقول لك الكويل ده الماجنتيك فلكس دينستي ده كده اكزامبل، ركز معايا. بيديك الدينستي دي مثلا ب 0.14 تسلا، ويدي لك الاريا مثلا 40 سنتيمتر باور 2، ويقول لك احسب بقى كالكيوليت الماجنتيك فلكس. ممكن نحسب الماجنتيك فلكس اول حاله في حاله او ان كيس ان هو نورمال، الكويل نورمال تو فلكس. الكيس الثانيه ان هو يكون ميكس انجل 30
with normal. ماشي. الكيس التالتة لو هو rotates 30 degree from parallel. تعالى نحسبها كده. اول حاجه خالص طول ما هو نورمال تو فلكس يعني الزاويه ايه 90 يبقى الفاي ام ايكوالز بي اللي هو 0.14 الاي 40 سنتيمتر 10 باور نيجاتيف 2 سوري نيجاتيف 4 ساين 90 لان هو نورمال يطلع معاك الناتج بالويبر. طيب بيقول لك عامل زاويه 30 مع النورمال. دايما لما نرسم رسمه زي كده بنفرض ان ده دايما الماجنتيك فلكس ونفرض ان ده دايما النورمال. الكويل بتاعنا اهو ده الكويل هو عامل السيرت دي فوق ولا تحت؟ قال لك سيرتي مع النورمال. طالما سيرتي مع النورمال يبقى 60 مع الفلكس. سيرتي مع النورمال يبقى 60 مع الفلكس. الانجل اللي بناخدها مع الفلكس ولا مع النورمال؟ انا لسه قايل لك حالا بناخدها مع الفلكس. تمام؟ عايزك تكتب عندك ان الانجلز اللي في المنهج كله اللي بتتاخد مع النورمال هم 3 زوايا بس. زاويه الدينامو، زاويه التورك، زاويه الدايبول. مفيش تاني اي حاجه في المنهج كله بتتاخد نورمال ابدا، كله بيتاخد مع الماجنتيك فلكس. تمام؟ فالانجل هنا هتبقى 60 يعني فاي ام ايكوالز لسه كنت بقول لكم اللي هي موضوع الكيس الماكس. مش ده ماكسيموم كأن ده مضروب في 1. الرقم ده يا جماعه اللي هو اللي هيطلع ده كأن دي الفيرست ستاندرد كيس بتاعتي. كل مره بقى ازود عليها. انت عايز توصل ليه؟ هحل دي وهبقى ارجع لك بعد شويه. بص بي اي ساين 60. طيب خلينا في دي كده. الراجل بيقول لك روتيت فروم باراليل. روتيت فروم باراليل يعني ادي الباراليل ادي الفلكس وادي النورمال. انا بلف من الباراليل ادي الباراليل اهو بلف كده سيرتي يعني الكويل اهو. تمام؟ يبقى الانجل مع الباراليل ايه 30. خلاص يبقى الفاي ام بتساوي بي اي ساين 30 اللي هي هاف ماكسيموم. عايز اقف بقى معاك شويه. عايزك بس تقف معايا كده وتفهم معايا حاجه يا جماعه الخير. احنا عايزين نجيب اول واحده بس عشان اول واحده دي هتفرق معانا جامد. بصوا يا جماعه الخير، الناتج ده احنا عملناه على الاله طلع 5.6 في 10 باور نيجاتيف 4. انا عايز اقول لك على حاجه. اي حاجه انت دايما عايز تحسبها، الكلام ده مش الفلكس بس، الكلام ده اي حاجه في المنهج، دايما بتاخد الكيس اللي هي الماكسيموم وتزود عليها ساين سيتا. يعني انا بالنسبه لي النورمال كيس او الماكسيموم كيس هنا في المساله دي 5.6 في 10 باور نيجاتيف 4. تمام؟ لو ضربتها بقى انا باخد الاساس اللي هو البي اي. انا لسه مفهمك ان بي اي ده معناه ان هو مضروب في 1 اللي هو ساين 90 كأن خدت النورمال كيس وبعد كده زودت عليها بقى ساين سيتا. مره تحطها 60 ومره تحطها 30. يعني حضرتك كده باختصار اي فلكس عايز تحسبه بتحسبه بالطريقه دي. طيب عندنا بس كومنت تاني. الكومنت فين؟ في الريليشنز. يعني ايه يا جماعه؟ انا عندي علاقه الفلكس بالبي دايركت وعلاقتها بالايه دايركت. ماشي؟ وعلاقتها بالساين سيتا برضه دايركت. امال فين المشكله؟ قال لك المشكله بقى لما تعملها مع سيتا مش هتطلع دايركت، هتطلع نون يونيفورم. علشان كده دايما اي زاويه مع المنهج كنا بنقول دايما في السنتر ان اي انجل مع المنهج بتتاخد بالطريقه دي. هنا الاسلوب سهل خالص ان احنا نحسبه. الاسلوب هنا ايكوال ايه ساين سيتا وهنا الاسلوب ايكوالز بي ساين سيتا وهنا الاسلوب ايكوالز بي اي. لحظه يا شباب عشان الاذان بس. بصوا يا شباب احنا عندنا الانجلز دي كلها تان سيتا طبعا. ماشي؟ المشكله كلها في دي بقى. دي ملهاش اسلوب. دي لما بتيجي تحسب هتلاقي ان الماكسيموم كيس قصاد 90 دي اسمها فاي ام نوت. المفاجاه بقى انك لو عايز تجيب 30 دي بقى هتطلع هاف ماكسيموم. هاف ايه؟ ماكسيموم. لان العلاقه هنا مش بتتاخد مع السيتا وانما بتتاخد مع ساين سيتا. ازاي؟ بص يا سيدي، اغلب الريليشنز اللي بتيجي الراجل بيجي حاطط هنا كده ويقول 90 ويجي حاطط هنا مثلا 40 ويبر. حلو كده؟ ويجي عامل هنا اكس ويجي حاطط هنا مثلا 30
ويجي حاطط هنا 45 ديجري، ماشي، ويكتب هنا واي ويقول لك كالكيوليت ذا فاليو اوف اكس اند واي. سهله جدا. ازاي؟ احنا اتفقنا ان الريليشن هنا بتتاخد مع السيتا، وانا ما بحسبش سيتا، انا بحسب ساين سيتا. يعني ايه؟ نمسك البوينت دي، تعال نتفق مع شيء. انا عندي فاي 1 اوفر فاي 2 ايكوالز بي 1 اي 1 ساين سيتا 1 اوفر بي 2 اي 2 ساين سيتا 2. طيب هو التغير هنا ما بين الفلكس وما بين الانجل، يعني دول ثوابت، فباخد الفلكس مع الانجل. طيب فلكس الاولى بكام؟ فلكس الاولى ب 40. طيب هاخد البوينت دي الفلكس بتاعها اسمه ايه؟ واي ايكوالز دي الانجل بتاعتها ب 90، بس انا مش باخد الانجل، انا باخد ساين الانجل. طب الواي قصادها كام؟ ساين 45 اللي هو لو حد بيفهم دي الافكتيف فاليو. طيب الواي دي ايكوالز كام؟ ده هيطلع 1 على روت 2، يبقى 1 اوفر روت 2 تايمز 40 اوفر 1، ده في ده على ده، تطلع زي ما تطلع على الاله بقى. طيب دي بالنسبه للفيرست كيس. طب بالنسبه للسكند كيس، السكند كيس احنا عايزين ده، تمام؟ فانا برضه هقارنها بالنسبه للاساسيه. فلكس الاولى ب 40، فلكس الثانيه باكس، الانجل بتاع ده 90، فتبقى ساين 90 اوفر دي ساين 30. طبعا ساين 30 ده هاف ماكسيموم، يبقى الاكس هتطلع ب 20 ويبر، ب 20 ايه؟ ويبر. اتفقنا يا شباب؟ طيب عندي بس كومنت تاني مهم جدا، موضوع ان هو يجيب لك شكل بقى والكلام ده، ان هو يجيب لك ريكتانجل، حاجات بسيطه قوي، وادي موضع الايه؟ الانجلز بتاعتك. طيب بصوا معايا، صلوا على النبي. بيجيب سؤال ويقول لك هنرسم هنرسم يعني ايه هنرسم؟ بص يا سيدي، ادي فلكس لاينز، فلكس ايه؟ لاينز، ادي البي، وادي الكويل ده كده كويل، والكويل ده ميكس 30 ديجري، ويقول لك روتيتنج 120 ديجري كلوك وايز. صلى على النبي. في معلومه لذيذه جدا محتاجك تكتبها عندك. ايه هي المعلومه؟ during ايه؟ روتيشن عندي سيتا وفلكس changeable، قابلين للتغير، لان كل ما يلف الزاويه تتغير، فبالتالي كمان الفلكس يتغير. طيب ادي اول معلومه. امال تاني معلومه؟ الاي والبي كونستانت، الاي والبي دايما كونستانت اثناء الدوران. طبعا بيقول لك ان انا كان عندي فلكس كذا، بقى عندي فلكس كذا، يبقى فاي 1 وفاي 2 كده ناقص سيتا 1 وسيتا 2، باعتبار ان البي والاي كونستانتس. طب تعالى نشوف الراجل ده كده، ده الستارت بتاعه منين؟ تعالى واحنا نشوف. صلي على النبي. ده الفلكس، لو فرضنا ان ده فلكس ماكسيموم، يبقى ده هاف ماكسيموم. دول اشهر علاقتين، علشان كده دايما هتلاقي اشهر قيم اللي هي الفلكس الكبير، يعني هتلاقي اشهر حاجه فلكس نوت، الكلام ده لما السيتا تكون 90. هتقابل اشهر حاجه فلكس نوت على الاثنين لما السيتا هتلاقيها 30 وليس 45. طيب هنقابل فلكس روت 3 اوفر 2، فلكس روت 3 اوفر 2 السيتا لما تكون 60، دي اشهر الزوايا. هنقابل فلكس اللي هي 1 على روت 2 لما تلاقي الانجل بكام؟ 45. دول اشهر الزوايا اللي احنا بنقابلها. خلينا في المهم، انا دلوقتي بادئ منين؟ بادئ ب 30، يعني الراجل ده بادئ بالهاف ماكسيموم، يعني الستارت بتاعتي من اول هنا، مش زيرو. مش زيرو ده لو بادئ بالباراليل. الراجل بيعمل روتيشن كلوك وايز ولا كاونتر؟ لا، الراجل قال لي انا بعمل روتيشن كلوك وايز، والكلمه مكتوبه اهي. طيب الروتيشن كلوك وايز بعد 30 ديجري هيبقى باراليل. ايه ده باراليل يعني ايه؟ باراليل يعني بيقل، يبقى كده القيمه هتقل. طيب بعد ما تقل، هو انت بعد ما تقل قلت قد ايه؟ انا مجرد ما لفيت 30 درجه بس وهو قلت بقت زيرو. طب يا مستر انت عملتها نون يونيفورم ليه؟ عملتها نون يونيفورم لان هي زاويه، لان العلاقه هنا مع سيتا وليست مع الساين سيتا. مع الساين سيتا يونيفورم زي ما عملنا في البورد اللي فاتت، مع السيتا بتبقى نون يونيفورم. طيب ادي كده اللفه. طيب انا كده لفيت قد ايه من ال 120؟ لفيت 30 بس، لسه باقي 90، فانا بقيت باراليل.
هلف 90 هبقى نورمال، يعني افضل ازيد 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 لحد ما اوصل للماكسيموم كيس. الكلام ده عند 120 ديجري وهكذا. تاخد بقى كذا مثال بنفس الطريقه، يعني انت ممكن توقف الفيديو وتعمل واحد، تعمل روتيشن 120 ديجري، بس المره دي هنخليها انتي كلوك وايز. اعملها وسيبها في الكومنتات، او ممكن تبعتها لنا على جروب الواتساب. وعايزك كمان تعمل لي كوارتر سايكل كلوك وايز. طيب كوارتر سايكل يعني 90 ديجري، هنلف ازاي؟ 90 ديجري انا بادئ 30، هلف 30 بقيت باراليل، يبقى انا لفيت 30 من اصل 60 لسه من 90، يبقى انا كده لسه كمان قدامي 60، فهلف كمان 60. فتعمل مع النورمال 30 ومع الفلكس 60. فلما اجي ازود عند 0.8 اللي هي روت 3 على 2 اللي هي كانها ساين 60 وهكذا. اتفقنا؟ ده موضوع الايه؟ الروتيشن. بص يا شباب، شايف السؤال ده جايب العلاقه ما بين الفلكس وما بين الثيتا. بص هو مديني هنا بوينت وبوينت. عندي الفلكس الاول بكام؟ فلكس الاول ب2، فلكس الثاني باكس. الاولى دي زاويتها كام؟ 45 يعني ساين 45، الاكس دي زاويتها كام؟ 150 يعني ساين 150، يبقى الاكس ايكوالز دي بهاف، يبقى 2 تايمز هاف اوفر ساين 45. ماشي. ممكن احطها باليونت بتاعتها، يعني اخلي دي تايمز 10 باور نيجاتيف 3، هنطلع الاكس جاهزه، يبقى كمان ازود هنا 10 باور نيجاتيف 3. تمام، دي هتطير هتبقى 10 باور نيجاتيف 3 على ساين 45، هتطلع ب 1.4 في 10 باور نيجاتيف 3. يبقى الاجابه ايه؟ الثالثه. ماشي. نبدأ بقى نتكلم بشكل عام عن القوانين مرة واحدة. بص احنا هنتكلم عن القوانين بشكل عام الأول، وبعد كده هناخد كل واحد بشكل ايه؟ تفصيلي. أول حاجة خالص، ايه هو الماجنتيك فلكس دينستي؟ ايه هو الماجنتيك فلكس دينستي؟ ماشي. الفلكس دينستي ده ليه كذا شكل. احنا عندنا الفلكس ده خاص بمين؟ عندنا الواير، عندنا السيركلر كويل، عندنا سيلينويد. ماشي. كل واحد من دول كان في تجربه اتعملت لعالم اسمه اورستيد، بدون الدخول في تفاصيل قوي يعني. العالم اللي اسمه اورستيد ده كان بيقول ان اي كويل، اي كوندكتور فيه كهرباء بيعمل ماجنتيك فيلد حواليه. شكل الماجنتيك فيلد ده بقى بيختلف على حسب ايه؟ شكل الكوندكتور. يعني الواير بيعمل فلكس معين بشكل معين، الكويل بيعمل فلكس بشكل معين، السولينويد بيعمل فلكس بشكل معين. عندنا الواير على سبيل المثال، الفلكس بتاع الواير عباره عن يوني سنترال سيركلز، الكويل عباره عن فلكس شكله شبه السمول ديسك، والسيلينويد شبه المagnetic فلكس بتاع الكويل، شبه المagnetic فلكس بتاع الكويل، سوري انا اسف، بتاع الماجنت. طيب ادي الواير وادي الكويل وادي السيلينويد. تعالى بقى ناخد بالنا من القصه دي. الكويل شكله عامل كده، ده سمول ديسك زي الخاتم كده، شكل المagnetic فلكس بتاعه ماشي كأنها خطوط طالعة كده، مظبوط. السيلينويد ماشي كده، هنقابل فلكس لاينز في النص ماشي. ده دواير ماشي، ده شكل الفلكس بتاع كل واحد. بالنسبة للقانون، بسم الله الرحمن الرحيم،
البي ايكوالز ميو اي اوفر 2 باي دي، هنا ايكوالز ميو ان اي اوفر 2 ار، وهنا البي ايكوالز ميو ان اي اوفر ال او ميو ان سمول اي. ماشي، ده بالنسبه للقانون. طيب بالنسبه بقى لللف والتفكيك والحوارات الجانبيه دي كلها، يا باشا الموضوع اسهل مما تتخيل. عندنا الكويل ده قصه طويله، نبدا بس باول حاجه خالص اللي هي البي سوري الميو. الميو دي ليها قصه كده جميله هنشرحها في سبوره على السريع. اولا الميو ده اسمه ماجنتيك permeability اللي هي النفاذيه المغناطيسيه. اول حاجه ان هي ريليتد بمين؟ هي يا جماعه هي ريليتد with medium. related with medium يعني ايه related with medium؟ على حسب الميديم اللي الفلكس ماشي فيه. انا عندي دلوقتي لو جبت ماجنت، الماجنت ده ماشي في الهواء، الفلكس بتاعه ماشي في الهواء. لو كنت حطيت ورقه فكده الماجنتيك فيلد مشي عن طريق الورقه. لو كنت حطيت الماجنت جنب حديده فالماجنتيك فلكس ده مشي في الحديده، فبالتالي على حسب الميديم اللي بيقدر يمشي فيه. فمثلا على سبيل المثال احنا عندنا مثلا الاير، الميو بتاعته 4 باي 10 باور نيجاتيف 7. طيب عندنا مثلا الايرن الحديد، منطقي جدا انه يبقى اعلى، الميو بتاعته ب 0.003. طبعا رقم كبير جدا اللي هو 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، ده رقم كبير جدا مقارنه بالنيجاتيف 7. طيب بالنسبه لليونت بتاعته، بص هي الميو علشان نخليها في طرف لوحدها فهنقول بي 2 باي دي على اي. لو رجعت للبورد اللي فاتت هتعرف ان احنا ضربنا مقص، هتبقى تسلا متر على امبير. تسلا متر على امبير. طيب هي مش تسلا في متر دي، لو زودنا لها باور 2 تبقى تسلا متر باور 2 كانها ويبر. يعني فوق كانها ويبر. مستر بس انت زودت متر فوق لازم تزود متر تحت. بالظبط، هقول اميتر دوت امبير دوت متر. دي اليونت بتاعتها، يبقى ده اليونت الاولى ودي اليونت الثانيه. يبقى هي بتختلف من ميديم لايه؟ لميديم، طبعا على حسب الحديد او على حسب الايه؟ الهواء. في مواد ثانيه ممكن يديها لك، يعني ممكن يقول لك علما بان الماجنتيك برميابيليتي زي ما موجوده في الكتاب المعاصر في المراجعه النهائيه، يقول لك ان هي 300 باي عادي جدا في 10 باور نيجاتيف 7. طبعا مفيش مشكله خالص، عادي. هو بيقول لك ميديم ما، ان لم يذكر الميديم فهنعتبر ان هو الايه؟ الاير. طيب الفرق ما بين الهواء والحديد، احنا عندنا الحديد ده اللي هو الاير ده يا جماعه بينكريز ماجنتيك بيرميتابيليتي، يعني بيزود الماجنتيك برميابيليتي. يعني لو سبستيتيوت الحديد بسبستيتيوت الاير بالحديد، لا عمليه نقل الفلكس هتتم بشكل اسرع. يعني هنا مثلا لو بنلف السلينويد ده على هواء او على بلاستيك غير لو بنلف السلينويد ده على كور حديد، الماجنتيك فلكس اللي ماشي جواه بيتنقل على الحديد بشكل ايه؟ اسرع. ده كده بالنسبه للميو اللي احنا كنا هنخصص لها سبوره لوحدها. طيب بالنسبه بقى لشكل الفلكس بتاع الواير، احنا اتفقنا على شكل الفلكس بتاع الواير ان هو عباره عن يوني سنترال سيركلز. انا هديك كل الافكار اللي ينفع تفكها. مين هو القانون؟ اولا البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي. طيب مين الماجنتيك فلكس؟ مين البي؟ الفلكس ده هو حساب الماجنتيك فيلد او الماجنتيك فلكس دينستي ات سيرتن بوينت، عند نقطه ما. احنا بنحسب الفلكس في الحته دي. وطبعا انتوا عارفين ان تاثير الماجنت بيتاثر او بيقل ويزيد كل ما نبعد او نقرب من الكويل او من الواير، وبالتالي البي ده كل مره بيتحسب في مكان شكل. وعلشان خاطر الموضوع ده فيكتور او متجه، فاحنا النهارده كمان جايين نحدد لك الاتجاه بتاعه ونعرفك ازاي تحسب مجموعهم. طيب مين الاي؟ الكرنت. مين بقى الكرنت ده؟ ده يا جماعه الكرنت ان واير، الكرنت باسنج ان واير اللي ماشي في السلك. هنا السؤال، طبعا طالما قلت كرنت يبقى انا مش محتاج اقول لك ان انت معاك شابتر 1 كله، الباور والفي على ار
والفولتميتر ريدنج وكل الحبشتكنات اللي احنا اخدناها في شابتر 1 كلها موجوده. طالما قلت اي يبقى انت كده عملت كروس ما بين 1 و 2. تمام؟ انت كده عملت كروس ما بين 1 و 2. طيب هنا بقى اللعب كله في الدي. مين الدي؟ صلي على النبي. هنا بقى في مدرستين. المدرسه الاولى بتقول لحضرتك ان احنا لو عندنا سلك رفيع، سلك ايه؟ رفيع، الكرنت فوق وادي البوينت. هنا السؤال، البوينت دي ابعد ولا البوينت دي؟ هتقول لي طبعا البوينت دي ابعد، صح؟ البوينت دي فعلا بعيده، فقوه المagnetic فيلد عندها قليل، يعني الكرنت اللي ماشي ده بيدي فيلد، الفيلد هناك ابعد ولا هنا؟ لا هنا قريب فيدي فيلد اعلى. بس حضرتك علشان تعمل الكلام ده بتاخد البربنديكولار ديستنس ما بين البوينت وما بين الواير، ما بين البوينت وما بين مين؟ الواير. هي دي الدي، يبقى دي نورمال بوينت او نورمال ديستنس، وركز في كلمه نورمال دي، بتوين بوينت، البوينت اللي احنا بنحسب عنها، اند واير. ماشي، امال فين الروايه الثانيه يا مستر؟ الروايه الثانيه بتقول لك انك لو عندك سلك تخين ماشي وفي كرنت لفوق وادي البوينت يا مستر، قال لك بناخدها منين؟ بناخدها من البوينت مش لحد الواير، لحد سنتر الواير. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الدي هي عباره عن الديستنس فعلا بلس ار، والار هنا اقصد راديوس السلك، سمك السلك، مش السمك كله، نص سمك السلك اللي هو الراديوس بس. تمام؟ السؤال ده موجود في الكتاب المعاصر، اول سؤال في البارت بتاع الفلكس. تمام؟ فلما يجي لك سؤال زي كده عادي جدا ممكن نشيل الدي ونحط مكانها دي داش بلس ار، وهنا اقصد الار اللي هو السكنس بتاع الايه؟ بتاع السلك، اللي هي الحته الصغنططه اللي انا مظللها بالاحمر دي. اتفقنا؟ طيب حلو قوي. البربنديكولار ديستانس يعني ايه؟ يعني لو انا مديك واير مايل، البوينت دي لما اجي اخد الديستانس هاخدها كده، لازم اعمل دروب كده، الاسقاط ده لازم يكون نورمال، واخد بالك؟ يبقى البوينت دي يا جماعه لما نيجي ناخدها لازم تكون ايه؟ نورمال زي ما كده. يبقى البوينت دي اسمها كيو مثلا، بتتاخد ايه؟ نورمال. طيب بنفك القانون ده ازاي؟ بصوا معايا، احنا هنقول البي ايكوالز ميو اوفر 2 باي دي. اول مفكوكه ان الكرنت يتشال ونحط مكانه في بي على ار بلس ار سمول، طبعا ان وجدت، يعني لو عندي ار سمول، وغالبا ما بيجيبش ار سمول، بيقول لك نيجلكتبل اوميك ريزيستنس. ماشي، فالعلاقه ايه يا شباب؟ هنقول B1 اوفر B2، الكلام ده احنا مش محتاجين نقوله، I1 على I2 D2 على D1. طيب افرض مفيش في باتري، افرض مفيش كارنت، عادي خالص، VB1 على VB2 بتساوي D2 على D1 وR2 على R1. طبعا لو قال لك حاجه ثابته بنطيرها. طيب ده بالنسبه للقانون الاول. هنا بقى السؤال، بنحدد الاتجاه ازاي؟ عندنا 3 طرق، عندنا 3 طرق. في يا جماعه اول حاجه كومبس، البوصله، ودي مش بنستخدمها. وعندنا الرايت سكرو، رايت، واخد بالك؟ سكرو اللي هو ايه؟ البريمه اليمنى اللي هي بتلف كده زي غطا الازازه. وعندنا امبير رايت هاندز رول، امبير رايت هاندز رول. هنا السؤال، بص حضرتك بقى، احنا بنحدد ازاي؟ بنعمل كده، الماجنتيك فلكس بيكون هو ده الاتجاه بتاعه وده الكرنت، يبقى ده الكرنت وده الماجنتيك ايه؟ فلكس. طبعا احنا مش بنشوف، يعني مش بنشوف الماجنتيك فلكس، فبالتالي بنبقى عايزين نتخيله. عندك بقى، تركز معايا كويس جدا، السبوره اللي جايه دي هتعرفك شويه حاجات جهنميه. حضرتك بعد ما تجمع انت عندك حاجه اسمها سمشن. اسمها ايه؟ سمشن. ازاي بجمع الفلكس؟ يعني افرض واير عمل فلكس وواير عمل فلكس تاني، الفلكسين دول يتجمعوا مع بعض ازاي؟ خد بالك ان الفلكس ده فيكتور، حاجه بتتحدد بالاتجاه، وطالما هي فيكتور فالفيكتور دايما بيبقى محتاج جمع بطريقه الفيكتور. انا عندي الفيكتورز دول لازم يكونوا يا اما نورمال، واخد بالك، يا اما باراليل. وهنا باراليل ما اقصدش ان هم قصاد بعض،
باراليل اقصد فيها ان هما ماشيين زي بعض. ازاي؟ صلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي الباراليل دول في منه نوعين، في باراليل اون ذا سيم دايركشن وفي باراليل ان اوبوزيت دايركشن. ويا جماعه اوبوزيت مش لازم فوق وتحت، ممكن يبقوا ان تو اوت، ممكن يبقى اب وداون، ممكن يبقى رايت وليفت، المهم عكس بعض. طيب اللي عكس بعض دول بنعمل ايه؟ بالماينس. وبالماينس وناخد اشاره الكبير او اتجاه الكبير. لو هم سيم دايركشن بنعمل بلس. طب لو هم نورمال، خد بالك ان كلمه اوبوزيت دي معناها 180 ديجري، وسيم ده معناه 0 ديجري، ونورمال ده معناه 90 ديجري. 90 ديجري يعني ايه بقى؟ بنجيب البي توتال ازاي؟ روت بي 1 باور 2 بي 2 باور 2. وهنا لازم استوقفك شويه، في حاجات محفوظه، تمبلتس جاهزه. التمبلتس جاهزه يعني ايه؟ يعني لو عندي الاول بي والتاني بي، لو الاول بي والتاني بي فبيبقى روت 2 بي. دي حاجات مشهوره، دي حاجات مشهوره، ركز معايا اعيدها لك تاني. الحاجات دي مشهوره جدا. يعني لو عندي بي وبي فالناتج بيطلع روت 2 بي. على فكره الروت تحت ال2 بس مش تحت البي. هقول لك على معلومه كمان، يبقى لو هما شبه بعض بي وبي بيبقى 2 بي. لو هنا لو بي وبي عكس بعض بالماينس، طب لو نورمال بيطلعوا روت 2. طيب لو عندي واحد بي واحد 2 بي فالناتج بيطلع روت 5. روت ايه؟ روت 5. طب لو واحد بي واحد 3 بي بيطلع روت 10، وهكذا بقى. فاهم انت؟ لو واحد 2 واحد 3 الاثنين بتبقى 4 والثلاثه بتبقى 9 يبقى روت 13، وهكذا. دي حاجات مشهوره تمام، مش بس ايه، مش من اجل البصمجه بس من اجل التسريع الحل. كده انا عرفت ازاي بجمع الفلكسات. هنا بقى السؤال، ازاي بحدد الاتجاه اصلا علشان خاطر اعرف اذا كنت هجمع او هماينس او هجيب روت. تمام، خليك بقى معايا. انا عندي الوسيله اللي انا بتعامل معاها هي البيج، الصفحه. احنا يا جماعه بنتعامل مع الصفحه، مع السبوره، مع الكتاب، مع الكشكول، مع الورقه، مع ورقه الامتحان. يعني ايه؟ كشكولك هو المذكره اللي انت بتحل فيها دلوقتي، هو الكتاب، هو ورقه الفاينل، هو السبوره اللي انا بشرح عليها. فاحنا عندنا السبوره دي ليها 6 فيكتور، 6 اتجاهات. هلف وشي علشان تفهم الاتجاهات: رايت ليفت نورث ساوث، رايت ليفت اب داون، رايت ليفت اب داون، انتو اوت. 6. تمام. طيب انا هعمل منهم ازاي؟ اللي ماشي على البيج، انا اعتبرت ان السبوره هي الورقه. طيب ففي اب، في داون، في رايت، في ليفت. انتو اوت ما ينفعوش يمشوا على الصفحه. اللي بيمشي على الورقه نفسها يا يمشي كده يا يمشي كده يا يمشي كده يا يمشي كده، صح؟ افهم الحته دي كويس. يبقى انا عندي في اول كاتيجوري اون بيج، اول كاتيجوري اون بيج. خد بالك عشان خاطر ده تهديد. انا الحته دي هشرحها مره واحده بس اللي هي بتاعه الواير. اللي هعمله في الواير هكرره في الفلكس بتاع السيلينويد وهكرره في الفلكس بتاع الكويل، فهي بتتشرح مره واحده بس عشان الوقت. في اون بيج، في ايه؟ اون بيج. طيب ده بالنسبه للاون بيج. الاون بيج ده ليه كام اتجاه؟ بص يا سيدي ده اسمه ايه؟ ده current on page upward، ده current on page downward، ده current on page to right، ده current on page to left. حلو. طيب لما بنيجي نحدد الاتجاه، خد بالك بقى، لو انا عملت ده الكرنت فالفلكس عباره عن دايره زي ما احنا اتفقنا. الدايره دي بتلف ازاي؟ بتلف كده، تدخل كده وتخرج من الجنب التاني، ولا بتدخل من هنا وتخرج من الجنب التاني؟ طبعا هتفرق. فالاتجاه هيبقى هنا انتو دخل كده وخرج من ورا السلك. فاحنا بنقول مجازا علشان نسهل على نفسنا القصه دي، بنقول ان الكفه دي كانها
بيربنديكولر انتو ذا بيج والكفه الشمال بيربنديكولر اوت اوف ذا بيج. فاكر البوينت اللي كنا بنحسب عندها من شويه؟ لو انا حطيت لك بوينت هنا وقلت لك احسب الفلكس، هتقول لي الفلكس ميو اي على 2 باي دي، بس السؤال هنا هي محطوطه في كفه الانتو ولا كفه الاوت؟ لا في كفه الانتو، خلاص تبقى انتو. تمام. طيب ده داون، يبقى الجنب ده بيربنديكولر انتو ذا بيج والجنب ده بيربنديكولر اوت اوف ذا بيج. خد بالك الكرنت هو اللي اون بيج والفلكس بيربنديكولر. هنا الكرنت اون بيج داون وده انتو اوت. الكرنت اون بيج تو رايت، هنا انتو وهنا اوت. الكرنت اون بيج اون بيج تو ليفت، يبقى هنا ان وهنا ايه؟ اوت. وخد بالك دايما ان قاعده امبير لازم يكون الفلكس بيربنديكولر على الايه؟ على الكرنت. ده كده بالنسبه للاربعه، احنا قلنا هم 6. طيب انا عندي بقى الواير ده تحديده بالرايت هاند رول بسهوله. في بقى النوع الثاني اللي هو نورمال تو بيج. نورمال تو بيج. النورمال تو بيج ده بقى اللي هو انتو اوت. الانتو ده بذمتك تعرف ترسم سلك انتو؟ لا والله ما اعرفش. اصلا السلك الانتو ده لما بيترسم كده ايه اللي بيبان منه؟ ظهره. يعني لو هو انتو اللي باين منه الحته دي بس، طب ولو هو اوت برضه باين منه الحته دي بس. علشان كده الواير ده بيكون اتجاهه عامل كده، ماشي؟ بيكون الواير اتجاهه عامل كده. فالكرنت المره دي بدل ما هو فوق كده وهو انتو اوت، لا بدل ما هو صباعه اب هعمله ايه؟ انتو. بدل ما هو اب هعمله ايه؟ انتو. فيبقى الكرنت بيلف انتو، يبقى الفلكس كله كويس اهو، ماشي؟ هنا فوق اهو، هنا كده اهو، يبقى بيلف ايه؟ كله كويس. طيب ده اوت، يبقى بيلف كاونتر كله كويس. طيب عظيم جدا. ده يا يمين، لو سالتك على نقطه يمين تقول لي انتو، لو نقطه شماله تقول لي اوت. ده لو نقطه يمينه هتقول لي اوت، ولو نقطه شماله هتقول لي انتو. فخلاص دي انتو اوت سهل. امال الدايره دي بقى انتو ولا اوت؟ ما اعرفش. طب فوق ولا تحت؟ ما اعرفش. ما هي الدايره ملهاش بدايه ونهايه. هنا بقى بيجي دور مين؟ البوينت. يعني اللي بيحدد هنا، اي نعم اللي بيحدد هو الرايت هاند رول، ولكن بنزود عليهم حاجه اسمها الرايت سكرو. الرايت ايه؟ سكرو. البريمه. البريمه عندنا لماكسويل، بريمه ماكسويل بتقول ان البوينت بيكون في اتجاه البروباجيشن اوف سكرو. يعني ايه؟ بص يا سيدي، هو بيلف كده صح؟ انا مثلا بحسب البوينت دي، البوينت دي انت ولا اوت؟ ما اعرفش. طب رايت ولا ليفت؟ برضه ما اعرفش. في الحل ده بقى نعمل لها تانجنت، واتجاه التانجنت هو اللي هيعرفك اتجاه الفلكس. طب هو انت ليه يا مستر ما عملتش التانجنت لفوق؟ ما التانجنت ممكن يبقى لتحت وممكن يبقى لفوق. اللي بيحدد اتجاه التانجنت البروباجيشن. بص هو بيلف كده فاتجاهه لتحت. مثلا البوينت دي التانجنت بتاعها يبقى فين؟ اهو. خلاص اهو. تمام. بس يبقى انا كده حددت الست اتجاهات اللي اقدر من خلالهم اجمع الفلكس وماينس الفلكس واعمل كل حاجه على الفلكس. خلاص يا شباب؟ تمام. مهمه قوي الطريقه دي. يبقى هنا لو حددت اتجاهين اجمع ولا ماينس الكلام ده كله مهم جدا. طيب في حتت بقى تريكي، حاجات سريعه بقى. يعني لو هما وايرين، لو هما وايرين كده مثلا، واحد فوق واحد فوق، بعمل ايه؟ بص انا هقول لك على الطريقه السريعه. فوق هتحدد كده هنا انتو وهنا اوت، هنا انتو وهنا اوت. البوينت دي فين بقى؟ بص لو كانت في اليمين، يمين السلك الاول انتو، يمين السلك الثاني انتو، يبقى بلس. طيب لو النقطه هنا كده، شمال السلك الاول اوت، شمال السلك الثاني اوت، يبقى برضه بلس. طب لو النقطه في النص جوه، بالنسبه للواير ده انتو، بالنسبه للواير ده اوت، يبقى المنطقه دي ماينس. طب واحنا نوجع قلبنا ليه؟ ممكن نرجع خطوه كده. بص اي بوينت، اي وايرين مع بعض جوه ماينس وبره بلس. طيب دي بالنسبه للتسريعه كده الاولى، حته كده بقى تريكي عشان تخلص على طول. طيب لو الوايرين دول كانوا عكس بعض، يعني مثلا واحد كده
واحد كده سهله، جوه هو اللي بلس وبره هو اللي ايه؟ هو اللي ماينس. طيب عظيم. انت عارف يعني ايه ماينس؟ ماينس يعني بيقل. ماشي، هو ينفع يبقوا 3 يبقوا 4 يبقوا 5 يبقوا 6؟ ينفع طبعا، بس عايزك تاخد بالك من تركه كده. انت تعرف ان الماينس ده في رقمين ممكن اماينسهم من بعض يطلعوا نيوترال، يعني يطلعوا زيرو. وارد جدا يحصل. طب الكلام ده ازاي؟ صلي على النبي. اولا احنا هنتكلم بالمره قبل ما ندخل في المسائل على حاجه اسمها نيوترال بوينت. ايه بقى النيوترال بوينت دي؟ صلي على النبي. كلمه نيوترال بوينت معناها اول حاجه معناها ان البي توتال ايكوال زيرو، الفلكس كله بزيرو. الجمله دي بيتقال عليها شويه مصطلحات كتير قوي. اول حاجه يقول لك الفلكس فانيش، ممكن يقول لك بوينتر اوف كومبس doesn't deflect. ماشي، ممكن يقول لك فانيش، تمام زي ما اتفقنا. ممكن يقول لك ايه؟ summation of flux equal to زيرو، منطقة الكرنت الفلكس عندها بيتلاشى. طيب ايه مزاياها؟ بص يا سيدي، هي دايما تقع في منطقة الماينس، عمرها ما تقع في البلس ابدا. ليه؟ ما هو فيش رقمين بيتجمعوا على بعض يدي زيرو، لكن في رقمين يتماينسوا يدي زيرو. طيب ودايما الفلكس الاول لازم يكون قد الفلكس التاني، ما هو علشان ماينسهم يدي زيرو، الكلام كله شبه بعض. طيب معلش خدني على الدعايه. طيب اذا فرضنا ان هما سيم دايركشن، لو هما سيم ايه؟ دايركشن، زي السؤال اللي فوق ده. سيم دايركشن يعني ايه؟ سيم دايركشن يعني فوق. انهي منطقه ماينس؟ جوه. علشان كده هتلاقي النيوترال بوينت ايه؟ انترنال، نقطه داخليه جوه. انا ما قلتش في النص، انا قلت جوه. طيب ده لو هما ايه؟ سيم دايركشن. طب لو هما اوبوزيت دايركشن، انهي احتماليه اللي بيكون فيها ماينس؟ لو هما عكس بعض زي كده هتلاقي الماينس بره، يبقى الجمله دي اكسترنال. طيب يا مستر هي اكسترنال من هنا ولا من هنا؟ اسمع مني الجمله دي بقى كده، دائما ناحيه الاقل كرنت. انت من غير التريكس دي انت مش هتعرف تحل، عشان الموضوع يبقى سريع معاك. يا لقيت ده 6 امبير وده 2 امبير، يبقى النيوترال بوينت هنا مش محتاجه فقاقه، ناحيه الاقل في الكرنت. هل كل الماينس اللي في الدنيا بيدي نيوترال؟ لا طبعا، لان ممكن اماينسهم وما يدوني الزيرو. طول ما هم بيتماينسوا يدي زيرو يبقى ده نيوترال بوينت. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بحل السؤال ده لازم اركز كويس قوي. طيب مش الراجل قال ان الفلكسين قد بعض؟ طب ما ده معناه ان الاي ريليتد دايركت مع الدي. ما انا عندي الاثنين دول ديفايدد اصلا، فهم العلاقه ما بينهم دايركت. يعني ايه؟ يعني اللي كرنته اعلى ديستانس اعلى. عشان كده انت بتقول ان هو قريب من الكرنت الاقل، فالكرنت الاقل ديستانس اقل. مظبوط. يعني كانها اي اوفر دي ان ذا فيرست كيس ايكوال اي اوفر دي ان ذا سكند كيس. والكلام ده خد بالك ما بينفعش غير في الواير، لانه لو في حاجه غير الواير مش هتطلع بالشكل ده. طيب بص، بنقسم الديستانس مع الكرنت دايركت. يعني ايه بنقسم الكرنت؟ يعني لو عندي الكرنت هنا ب 2 امبير والكرنت هنا ب 4 امبير، صليت على النبي. طبعا هم مع بعض فوق، جوه ماينس وبره بلس، فطبعا النيوترال بوينت لازم تبقى فين؟ لازم تبقى جوه. فالنيوترال بوينت هتبقى ناحيه القليل هنا كده، صح؟ المسافه دي تقسم كام وكام؟ لا لازم تتقسم دي و2 دي علشان تكون نفس ريشيو الكرنت. الكرنت هنا 1 to 2 تبقى الديستانس برضو 1 to 2، يبقى التوتال ديستانس بكام؟ ب3 دي. تعالى بقى نشوف المسائل. وانا بحل المسائل بتاعه الكاتيجوري ده هيستوقفني شويه افكار. تعالى كده، افكار مسائل
الفلكس بتاع الواير. عدهم معايا بالترتيب بسم الله. اول واحده مساله التعويض. مساله الايه؟ التعويض. مساله التعويض دي هتستخدم فيها القانون العادي وتعوض تعويض كلي. طبعا هيكون عندك مشكله في الاي تجيبها، هيكون عندك مشكله في الميو تجيبها، هيكون عندك مشكله في الدي تجيبها، دي سهله. طيب بالنسبه لمساله التوتال فلكس، ايه بقى مساله التوتال فلكس؟ هيديك فلكس اول فلكس تاني، يا تجمعهم على بعض يا تمينصهم مع بعض يا اما تجيب روت. طبعا المساله دي ليها اكتر من كاتيجوري، ممكن تجيبها عن طريق ان هم يكونوا بارقام حقيقيه، ممكن تجيبها عن طريق ان هم يكونوا سيمبلز، ودي عليها قصه ان كلمه التوتال فلكس دي ممكن تيجي بارقام زي ما هنشوف بعد شويه، وممكن تيجي بسيمبلز ودي اصعب، رموز. طيب بالنسبه للكاتيجوري الثالث اللي هو كاتيجوري وات هابن. كاتيجوري وات هابن، ايه اللي بيحصل للفلكس لما ايه؟ احرك الواير، ازود الكرنت، اعكس الاتجاه. لا جميل جدا الحته دي يا مستر شغل دماغك معايا. انا عندي الفلكس ده في 3 حاجات يتحركوا فيه. طبعا الميو مش هتيجي لان الميو اصلا ميديم، فدي ما فيهاش كلام. الميديم ده لو غير الميديم طبعا، انما عندنا الاي والدي والاتجاه. فانا عندي ممكن يعمل وات هابن افتر تشينجينج الاي، القيمه، يعني زود الاي قلل الاي. ومش محتاج اقول لك ان احنا بنزود الاي يبقى حضرتك تروح على شابتر 1 على طول تفتكر ان زياده الاي ونقص الاي ده مرتبط بالار والفي، افتكر. طيب زودنا الاي قللنا الار، طبعا زودنا الاي يبقى زودنا البي، قللنا الاي يبقى قللنا البي. طيب ممكن يلعب في الديستنس. يعني ايه يلعب في الديستنس؟ يقول لك حركنا الواير يمين، حركنا الواير شمال، طلعنا الواير هنا، نزلنا الواير هنا، ماشي. واخر حاجه خالص او اخر كاتيجوري اللي هو كاتيجوري الايه؟ كاتيجوري الدايركشن. يبقى ده سؤال وات هابن. طيب السؤال اللي بعد كده ايه بقى؟ بص يا سيدي صلى على النبي. يبقى الجزء الاول هو جزء التعويض بتاع المسائل وهنشوف بعد شويه. الجزء الثاني اللي هو مسائل التوتال فلكس، ازاي نجمع الفلكس، تمام. الكاتيجوري ده بقى مهم جدا اللي هو بتاع وات هابن. طيب الكاتيجوري الرابع اللي فيه مسائل النيوترال بوينت. والنيوترال بوينت دي خد بالك فيها طريقتين، فيه منها مساله حسابيه، ماشي، وفي منها مساله بالنسبه لي كده بسميها مساله تكنيكال. هفهمك تكنيكال يعني ايه بعد شويه. يبقى في مساله تكنيكال وفي مساله حسابيه، ماشي. ده بالنسبه للايه؟ للنيوترال بوينت. طيب بعد النيوترال بوينت في افكار ايه تاني؟ صلي على النبي. في جزء كمان بنتكلم عليه اللي هو التشينجز، اللي انا بسميها مساله ان ترم. ان ايه؟ ان ترم، يعني يجيب لك مساله قوم انت تحسب البيانات بتاعتها، وبعد ما تحسب البيانات بتاعتها تقول له ان كل ده اسمه بي. طيب يعمل شويه تغيرات وتيجي جايبها له مره ثانيه بدلاله برضه بي. يبقى الاولى مثلا بعد الكالكيوليشنز طلعت 2/3، الجديده بقت 1/3. فيقول لك اذا فرضنا ان الاولى طلعت ببي توتال يبقى الثانيه بقت كام بي توتال؟ اكس، تمام. فدي اسمها انترم. وانترم دي يا جماعه في منها حاجه اسمها الانترم دي، في منها حاجه اسمها تشينج تو، وفي منها حاجه اسمها تشينج باي. في حاجه اسمها تشينج تو، ماشي، اللي هو تغير الى، وكلمه تشينج باي مش محتاج افكرك ان تشينج باي معناها ديفرنس، يعني ديفرنس الفلكس بيساوي بي سكند كيس ماينس بي فيرست كيس.
خلاص دي كده كل الكاتيجوريز اللي هنتكلم عنها النهارده في مسائل الحسابات، وبالاخص مسائل السيمبلز دي، وركز عليها كويس قوي، هي والمسائل بتاعه الارقام دي، شويه الحاجات التفاصيل اللي احنا هنتكلم عليها. تابع معانا الفيديو عشان الحته دي خطيره جدا وفيها افكار كتير قوي. طيب خلينا نبدا بمثال سهل. اول مثال عندنا موضوع الفلكس. تعالى كده نبدا في الاتجاه. الكرنت تحت، يبقى الجنب ده كله انتو والجنب ده كله اوت. البوينت ناحيه الاكس يبقى اوت، يبقى الاجابه بربنديكولار اوت. خد بالك اسمها بربنديكولار. تمام. عايزين نجيب الفلكس. الفلكس بيساوي ميو اي على 2 باي دي. اولا اتاكد ان في كرنت، فعلا عندي كرنت. اتاكد ان الديستانس بربنديكولار، يبقى 4 باي 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الاي ب 6 على 2 باي 10 باور نيجاتيف 2 في 9. تمام، عشان حولتها بالسنتي. فده طرمع ده يتبقى 2، هتطلع ب 12. يبقى 12 في 10 باور نيجاتيف 7 على 9 10 باور نيجاتيف 2. هنطلع ده فوق بالبوزيتيف. 9 على دي هتطلع ب 1.2 1.2 في 10 باور نيجاتيف 5. يبقى الاجابه بي. دي اول طريقه. طبعا مش محتاج اقول لكم مساله السلوب دي بتيجي ازاي. عايزك بس تاخد بالك في مساله زي دي. شايف الراجل مدي الديستانس ازاي؟ ده اي 1 والديستانس 2 دي، وده كرنت والديستانس ايه؟ دي. مظبوط؟ ركز بس عشان الديستانس بتتاخد دي البوينت اللي احنا شغالين عليها. لو البوينت دي كده فبناخدها بالنسبه للواير ديستانس عدله، وبالنسبه للواير ده ديستانس ايه؟ عدله. تمام؟ طيب عايزين بقى ناخد فكره مختلفه شويه. الفكره المختلفه في ايه؟ ان انا زي ما فهمتك انا ممكن اربط الكلام ده مع شابتر 1، صح؟ طيب لو ربطت الكلام ده مع شابتر 1 اربطه ازاي؟ بص معايا. انا دلوقتي كان عندي مساله زي دي. شايف الواير ده؟ الواير ده يا جماعه الخير بيقول لك وين اس 1 از كلوزد. لو ده اتقفل فين الكرنت؟ خد بالك دي مساله فيها 2 كيسز. فهفرض ان الكرنت طالع من ال2 من ال1 في باتري، يبقى الكرنت طالع من الفي باتري معدي على الريزيستنس. طيب هنا السؤال لازم اخد بالي كويس واكتبها في نوت عندك. اقرا في المساله الواير عنده ار ولا لا. هنا في ار، ممكن افرض الار عنده ار ولا لا. الواير ده ممكن يبقى عنده ار وممكن ما يبقاش عنده ار. فهو قال في المساله خد بالك الفلكس هنا اسمه بي، ولما نقفل ده الفلكس كذا. طب يبقى هو كده ما ذكرش الار. خد بالك المساله دي عصفورين بحجر. المساله دي اولا من النوع الاولاني اللي هو فيه ربط شابتر 1 بشابتر 2، وفي نفس الوقت جايبها بدلاله الريشيو اللي انا قلت لك عليها. فاكر انترم؟ مساله الانترم اللي هو ده بدلاله ده. تعالى كده نفرض الفيرست كيس اللي هي بالقلم الاحمر. الفيرست كيس بتقول ايه؟ بتقول لحضرتك ان انا عندي في باتري واحده وار واحده. يبقى الكرنت بيساوي ايه ده؟ وانت بتجيب الكرنت ليه؟ حبيبي بيسال على الماجنتيك فلكس. طالما ماجنتيك فلكس يبقى كرنت ودي. وخد بالك ان غلق المفاتيح، شغل دماغك واكتب النوتس دي. غلق المفاتيح هيعمل ايه في الديستانس؟ ولا اي حاجه. يبقى اللعب في الكرنت بس، وشغل دماغك بقى. يبقى كده الكرنت اللي انا هجيبه كانه هو ده الفلكس اصلا، لان في 2 فاكتورز في البي، ميو اي على 2 باي دي. ال2 باي دي ثابته والميو ثابته، يبقى الاي هي اللي تشينجد. فهنا الكرنت هيساوي في بي على ار. شكرا. ده في الفيرست كيس. طب يا مستر في السكند كيس الراجل بيقول لك لو قفلنا ده فقط. هو احنا لو قفلنا ده ايه اللي هيحصل؟ هنفتح ده هيشتغل، هيبقى الكرنت من تحت، صحيح؟ الاتجاه هيتعكس. سيبك من الاتجاه لان هو ما اتكلمش على الاتجاه. ايه ده؟ لا طلع بيتكلم على الاتجاه. فتاخد بالك دي نوت كمان تاخد بالك منها. يبقى الكرنت الجديد في السكند كيس هو عباره عن 2 في باتري على ار. فكده يا جماعه الخير الكرنت اتضاعف، يبقى الفلكس كمان اتضاعف. يبقى في الحاله الاولى الفلكس كان اسمه ايه؟ كان اسمه بي. يبقى المره الثانيه هيبقى اسمه 2 بي. يبقى الاجابه فعلا 2 بي. بس هنا السؤال هو لما كان ماشي من فوق، لما الكرنت ينزل كده هيبقى الحته دي انتو وهيبقى الحته دي اوت، يبقى كان اوت. طيب الاكس دي ناحيه الاوت. طب لما الكرنت يجي له من تحت هتبقى انتو، يبقى الاتجاه هيتعكس ويكون انتو ذا بيج. تمام؟ هيكون انتو ايه؟ ذا بيج. طيب صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في فكره كمان اللي هي فكره ايه بقى؟ صلي على النبي. ده واير اهو زي ما اتفقنا ماشي، بس عنده ار بقى. عنده ايه؟ ار. ويروح يقول لك اد ريزيستنس
وادي ريزيستنس وادي كي، ماشي كده تمام، وادي باتري، وادي ار سمول بزيرو، حلو كده، وادي ريزيستنس تانية. عظيم، حلو قوي. البوينت دي اسمها بوينت كيو. ويقول لك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك هنا ار، وهنا 2 ار، وهنا 2 ار برضو. عظيم جدا. وعندك هنا فولتميتر، تمام. ويقول لك ايه بقى؟ الفلكس حاليا لو قلنا while the key is open flux at Q is B. So what is the flux after closing the key and voltmeter هيزيد ولا يقل؟ تعال بقى نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي، الديستانس ثابته والاتجاه مش هيختلف، لان كده كده ده كي، مش هتفرق. انا لو عندي اوبن، لو عملتها في حاله الاوبن كده دي ثابته والاتجاه ثابت، يبقى الكرنت بيساوي ايه؟ ها، في بي 1 2 3 على 3 ار، صح؟ طيب لو عملنا كلوزنج هيبقوا دول 4، انا اسف، دي كده 4 معلش، ما هم 2 1 1، انا اسف، هتبقى 4 ار. هتصبح دول كام كده كلهم مع بعض؟ 1 بس، يبقى كأنها الكرنت بتاعها بيساوي في بي على 3. خدت بالك من حاجة؟ الكرنت كان 1 على 4 بقى 1 على 3، الكرنت كان 1 على 4 بقى 1 على ايه؟ على 3. يبقى أول معلومة تقولها هنا إن الفلكس هيقل. الفلكس ايه؟ هيقل due to the decrease of current. عظيم جدا. يبقى كده الفلكس أول إجابة إن هو decreased. طيب ما تصلي على النبي، الفولتميتر ده راكب على باتري، والباتري الار سمول بتاعتها بزيرو، يبقى ريمين كونستانت. شكلك لسه ما ذاكرتش الشابتر 1، انت محتاج ترجع لفيديو شابتر 1، احنا حاطينه لك في الديسكربشن بارت 1 وبارت 2. المهم الريمين كونستانت ده ليه؟ لان الفولتميتر في الحاله دي بيقرا في بي ماينس اي ار، مفيش ار سمول اصلا، يبقى لما ازود الكرنت الفي ثابت. طيب مستر تيجي نجيبه هو بقى كام؟ هقول لك. فاكر المساله اللي انا علمتك من شويه اللي بقول لك ان هي بقت انتر؟ هقول لك، مش احنا قلنا ان الفلكس ريليتد دايركت مع الكرنت؟ ماشي خلاص، يبقى الاولى كان اسمها بي. عارف الكلام ده لما احنا كنا مستخدمين كرنت كام؟ 1/4. الكرنت الاول كان اسمه 1/4. الفلكس الجديد دلوقتي مش عارف، والكرنت بقى 1/3. اعمل دي على الآلة هتطلع ب 3/4. يبقى الاكس ايكوالز كأنها 4b/3. هنا هنقف وقفة. الفلكس الجديد بقى اسمه 4/3. يبقى هو زمان كان اسمه بي، بس اهو كان اسمه بي فقط، بقى اسمه 4/3 اللي هو 1.3. يبقى هو كان 1 بقى 1.3، يبقى زاد 0.333 بي اللي هي 33.3%. كل ده تمام؟ واديك فاهم القصه بتاعته، احنا شرحناها قبل كده في السنتر. دي بالنسبه لمساله التشينجز اللي تتربط فيها شابتر 1 مع الاتجاهات مع حوارات كتيره كده. طيب توقع السؤال ده السنة دي من أكتر وأشهر الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات، والإجابة بتاعتها طويلة ولكنها سهلة جدا. هنا المسألة اللي هي انترمز اللي أنا قلت لحضرتك عليها، اللي هي إيه بقى؟ مديلك واحدة ومديلك التانية، وبيقول لك البي توتال ده، ركز، البي توتال ده بتاع الواي، بوينت واي اسمها كذا، فأنت حضرتك لازم تروح تجيب واي الأول عشان تعرف إن هي كام اسمه بي توتال. فلما نيجي نجيب الاكس نعرف هي كام بي توتال. شفت اللفه؟ ركز معايا. اولا الوايرين دول مع بعض فوق، فمنطقي الجزء ده ماينس والجزء ده بلس. عندك بوينت واي منطقه جمع، وبوينت اكس منطقه ماينس. تعال نشوف المساله دي، اول ما تشوفها لازم تقسمها
تعالى كده نجيب البي توتال عند واي. هي مبدئيا بلس ولا ماينس؟ بلس. ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول معلومه تاخد بالك منها ان انت طالما بتعمل بلس، انا ما اديتش ارقام، وركز معايا علشان الموضوع ده لازم يبقى كده بيتخطف. طالما المساله ما اديتش فيها ارقام، ثبت بقى من دلوقتي على طول اي على دي اي على دي. طالما هي كلها شغاله نسب بقى، فبص بقى هاخد اي على دي 1 على 2 اي على دي. خد بالك دي من الواير للبوينت، مش من الواير للواير، من الواير للبوينت. طيب التاني اي على دي اللي هو 3 على 4. حلو كده. هتطلع على الآلة الكلام ده كله ب 1.25. شكرا. يبقى البي توتال حاليا اسمه 1.25. ده الاستنتاج الاول. يبقى لو الجديده بقى ب2.5 يبقى ضعفها، لو مش عارف بكام تبقى كذا. تعالى نعملها. تعالى بقى نشوف بي توتال عند اكس. المفروض تبقى ماينس، واخد بالي من الماينس ان لو الناتج طلع بالسالب ابدل، ما فيهاش مشكله خالص. طب تيجي نجرب. انا هجرب والله، بص عشوائي يمكن تطلع بالسالب، الله اعلم. هنعمل اي على دي 1 على 2. طيب بالله عليك يا شيخ تركز، هو المره دي انا ليه عملت اي على 2؟ ايه ده مستر انت غلطان. مستر احنا شغالين على بوينت اكس. ادي الحلاوه دي، جدع انك مركز. احنا بنتكلم على بوينت اكس فعلا. انا ايه اللي جابني عند الواي؟ انا كده شغال عند الاكس. بس نسيت معلش. ده احنا المفروض ده احنا في حته تاني خالص. فهمتني؟ انا عايزك تاخد بالك من الكلام ده. احنا قلنا بوينت اكس اهي، ما تسرحش. بوينت اكس بالنسبه للواير ده وبالنسبه للواير ده، فيبقى واير بالنسبه لدي وواير بالنسبه لدي. يبقى نبدا باي على دي 1 على 1، واي على دي 3 على 1. ايه ده مستر ده غلط، المفروض نقلب. معلش انا اسف، احنا المفروض فعلا نقلب. طيب 3 على 1 1 على 1. عارف الكلام ده هيطلع كام على الآلة؟ 2. بس خلصت المسألة. احنا بقى هنعملها ريشيو. ازاي؟ هنقول لنفسنا سؤال: إذا كانت البي توتال الأولى قيمتها 1.25، يبقى الاتنين دي كام بي توتال؟ أو ريشيو طبعا. فالإكس هتطلع 2 بي توتال على 1.25. فالإجابة هتطلع، اللهم صل على سيدنا محمد، هتطلع ب 8 بي توتال على 5. 8 بي توتال على كام؟ على 5. يبقى الإجابة طبعا بقت 8 بي توتال على 5. 8 بي توتال على 5. طبعا كنا نقدر نقول انكريزد باي، دي حقيقة، هي فعلا كانت بي واحدة بقت 8 على 5. يبقى انكريزد باي. مظبوط؟ طب أقولها لك بالمرة. انكريزد باي يعني ايه يا مستر؟ صليت على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انكريزد باي يعني ايه؟ يعني الفيرست كيس يا مستر اسمها بي، السكند كيس يا مستر اسمها 8 بي على 5. يبقى الدلتا بتساوي 8 على 5 ماينس 1، يعني كانها 5 على 5. يبقى كانها 3 على 5، 3 بي على 5. يبقى انكريزد باي 3 على 5. انكريزد باي كام؟ مستر 3 على 5 دي اللي هي كام؟ اعملها في المية، هتطلع 60%. اللي هي 0.6 يعني. خلاص؟ يبقى كل ده ينفع كل ده. اسمع مني بقى، اقدر اقول increased to 8/5، increased by 3/5، increased by 0.6 b، increased by 60%. اكتبهم كلهم عندك، الاربع اجابات اكتبهم عندك. يبقى ممكن اقول increased to، وانكريزد باي بفراكشن، وانكريزد باي بالبوينت، وانكريزد باي بالبرسنتج. يبقى increased to بس، increased باي بفراكشن، وانكريزد باي بالبوينت، وانكريزد باي بالبرسنتج. كل مره نفس القصه. اتفقنا؟ سؤال جميل جدا جدا جدا، توقعه في 2026. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي لسؤال هو تجميع الفلكس. ماشي. المسألة دي فيها كام فلكس؟ 3. اكسترنال فيلد جاي من بره، واير. طيب هي البوينت فين يا مستر؟ دي أهم خطوة، البوينت جوه اهي يا مستر. طيب الواير الأول باصص فوق، يبقى يدي هنا اوت.
هناك انتو، بس ما يلزمنيش، انا يهمني الكفه الشمال. الواير ده يمينه انتو وشماله اوت، مش مهم الشمال. يبقى البوينت دي شافت كام فلكس؟ شافت الاكسترنال فلكس اوت، وشافت الاوت فلكس اللي جاي من الواير واي، وشافت الاكسات اللي جايه من واير اكس. يبقى شافت 3 فلكسات، يبقى بتتاثر ب3 فلكسات. خد بالك من حاجه، مش عشان الاكسترنال اوت والواير ده اوت يبقى الناتج كله اوت. حبيبي ممكن يبقى اوت بواحد واوت باتنين، دول كده 3، وتلاقي الانترنال الاكسات 6. يبقى مش لازم كل 2 بيتجمعوا يبقى هم الكبار. ركز، الراجل قال ان الفلكس دينستي اوت اوف ذا بيدج، خلاص يبقى الناتج اوت. كده احنا فهمنا. يبقى البي توتال هنا كام حاجه؟ البي توتال هنا بي اكسترنال دوت اللي هو الاوت يعني، بلس بي واي دوت اللي هو الاوت برضه، ماينس بي اكس اكس. الاكس بيدي انتو. طيب هو الريزلتنت كله كام؟ 2 في 10 باور نيجاتيف 5 ايكوالز. يا مستر هو الاكسترنال كام؟ الاكسترنال 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. ايه ده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يا مستر انا حاسس بالعبكه كده، معلش. هو الرقم ده حاسس ان هو زي الرقم ده، يعني معنى كده ان دول اصلا حسيتهم طاروا. ما هم لو طاروا كأن ده قد ده، صح؟ تصدق صح، كلامك صح فعلا. طب انا كراجل ما خدتش بالي، انا هعتبر نفسي ان انا ما خدتش بالي، ماشي؟ هكمل المساله. طيب ده نيجاتيف 5، عظيم. بلس هو واير واي بكام؟ اصل واير واي ده ميو اي على 2 باي، الديستنس بتاعته ب 8 سم يعني 0.08 ماينس واير اكس بكام؟ ميو الاي ب 16 على 2 باي والديستنس بتاعته ب 2 سم يعني 0.02. ايه ده كده؟ فين المجهول يا مستر؟ الاي. شكرا، تدخل على القلم شيفت سولف تجيبها. طب انا ما بعرفش احسب شيفت سولف يا مستر. الناتج ده ماينس الناتج ده وده بعملهم ماينس واوديهم بالنيجاتيف الجنب التاني واضرب مقص اجيب الاي. دي طريقه. الطريقه الثانيه للي بيفهم، المفروض دول قد بعض. ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ انا اللي بقول لك دول قد بعض. ليه؟ عشان ماينسهم يدي زيرو، فيتبقى ان 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 هو 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. طيب دول مع بعض يعملوا ايه؟ صلي على النبي. مش دول قد بعض؟ الواير واي كانه ميو اي على 2 باي تايمز 0.08 ايكوالز ميو 16 على 2 باي في 0.02. يا مستر الباي دي طارت والتو باي دي طارت والزيرو بوينت ده طار مع الزيرو بوينت ده، هيتبقى اي على 8 بتساوي 16 على 2. يبقى المفروض ده في ده على ده هيطلع 4 هتطلع ب 64 امبير. عموما انا حسبت من غير آلة فمش عارف الناتج صح ولا غلط، بس ان شاء الله يبقى صح يعني. فهمت ازاي نجمع اكتر من فلكس؟ طيب صلي على النبي. كده احنا جمعنا الفلكسات العدله. طب لو عندي وايرين مختلفين احسبهم ازاي؟ صلي على النبي. اول حاجه خالص لازم احدد الاتجاه. ازاي يا مستر؟ تعالى وانا اقول لك. انا لو عندي واير اهو وواير اهو، البوينت اهي، الديستنس دي 30 سنتيمتر، عايزين البي توتال عند بوينت كيو. ركز، الواير ده هيبقى الجنب ده بيربنديكولار انتو ذا بيدج. عرفت منين؟ ما هو عايز النقطه دي. طيب الواير ده يا جماعه انت عرفت منين واير؟ ده مستر ده رينج واير. هتعرف منين انه واير بقى؟ اول حاجه هتلاقيه بيقول لك في المساله ان ده واير. ثانيا هتلاقي رقبته صغيره كده، صغيره خالص ومعمول عليها اكس او دوت. اكس ده اتجاه الكرنت، فهو لو اكس هيبقى انتو
كده هيبقى كلوك وايز. طب يا مستر ادي كلوك وايز، ما احنا اتفقنا ان الدايره ملهاش اتجاه. كلامك صح، هي فعلا الدايره ملهاش اتجاه، ما احنا اتفقنا ان الاتجاه بيجي عند النقطه. فين النقطه اللي احنا شغالين عليها؟ اهي، هي دي البوينت اللي احنا شغالين عليها، صح؟ اتجاهها بقى التانجنت بتاعها هيبقى كده ولا يبقى كده؟ بغض النظر عن ان هو مش هيفرق دلوقتي، بس احنا هنعمله يمين علشان السكرو بتلف يمين، فاحنا هنشيل ده خالص. طيب كده الواير الاول انتو والواير الثاني تو رايت، يبقى واحد انتو وواحد تو رايت. مستر دول بربنديكولر بالظبط، يبقى البي توتال ايكوالز روت بي واير 1 بلس بي باور 2 باور 2. نعملها ازاي على الاله؟ 4 باي 10 باور نيجاتيف 7 كرنت الاول ب 6 اوفر 2 باي الديستنس ب 30 يبقى 0.3 باور 2 بلس، ماشي، 4 باي 10 باور نيجاتيف 7 كرنت التاني ب 2 على 2 باي الديستنس بتاعته ب 20 يبقى 0.2 باور 2. اعمل الكلام ده على الاله. تيجي ناخد الاتجاه، اعلمك الاتجاه مع انه مش عليك في المنهج بس مش مشكله. طيب بص، هو واحد انتو واحد رايت، واحد انتو وواحد رايت. بص زي ايدي كده بالظبط اهو، بس انت مش هتشوفها، هي دي. بص انتو في السبوره واحد رايت، يبقى الاتجاه هعمل كده، شايف اهو اللي هو كده، هيبقى كده، ماشي. احنا خد بالك لما بيبقوا الاثنين يمين بنجمع ونودي يمين، لما يبقوا الاثنين شمال بنجمع ونودي شمال، لما يبقوا عكس بعض بنماينس وناخد الكبير، لما بيبقوا بربنديكولر. عندك البربنديكولر ده اربع حالات، يا اما هم كده، يا اما هم كده، يا اما كده، يا اما كده. كل واحد من دول ليه قيمه. عندك ده هيبقى كده، وده كده، وده كده، وده كده، كل واحد من دول البربنديكولار بتاعه. فهو كده انتو رايت، انتو رايت يبقى الاتجاه طالع من هنا كده. طيب لو انتو ابورد يبقى كده، طب لو اوت وابورد يبقى كده، طب لو اوت وليفت يبقى كده. فاهم القصه؟ وهكذا يعني. المهم فهنا الاتجاه هيبقى بالشكل ده، خلاص هيبقى في الاتجاه ده كده. طيب ده بالنسبه للايه؟ للفلكس. شايف السؤال ده؟ الواير هنا هيبقى ايه؟ اوت. ليه يا مستر؟ ما انا عايز النقطه دي مالهاش دعوه باللي تحت، ليها دعوه باللي فوق. الواير ده كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز؟ لا انتو يبقى كلوك وايز. فين البوينت اللي احنا شغالين عليها؟ اهي. طب التانجنت يمين ولا شمال؟ ما هي السكرو بتلف كلوك وايز، يبقى التانجنت ليفت. خلاص يبقى ليفت واوت، ليفت واوت. بص اهي، واحده ليفت واحده اوت، يبقى السمشن اهو. مش عليك الحته بتاع السمشن دي بس مش مشكله. فهناخد بي واير 1 باور 2 بلس بي واير 2 باور 2 اندر ذا روت. عندك فلكس واير وديستنس، كارنت وديستنس وكارنت وديستنس لسه حاسبينها من شويه. طيب تعال نشوف سؤال زي 17. انا عندي ده اوت، بص اهو، ماشي، وعندي ده اوت ولا انتو؟ انتو. طيب فين البوينت يا مستر؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. البوينت اهي، صح، وادي البوينت اللي انا شغال عليها، ودي البوينت اهي، وادي البوينت. تعالى يا سيدي، دي اوت يبقى الاتجاه تو ليفت. طب يا مستر دي انتو يبقى الاتجاه داون. يبقى واحد داون وواحد تو ليفت، يبقى واحد تو ليفت وواحد داون. يبقى السمشن فين يا مستر؟ بربنديكولار يعني. ادي السمشن بتاعه ده البي توتال، ده البي ايه؟ توتال. يبقى البي ده بي واي وده بي اكس. هنجيب ده باور 2 وده باور 2 اندر ذا روت. خلاص كده؟ اعتقد الجزئيه دي اتاكلت بقى. بصوا يا شباب، السؤال ده اللي هو وات هابن، ايه اللي بيحصل يعني؟ بيقول لك ايه اللي بيحصل لما نحرك الواير يمين وشمال. ده نحركه كده وده نحركه كده، ده يتحرك ديستانس دي وده يتحرك ديستانس دي. ايه اللي هيحصل للسمشن؟ المساله دي فيها اربع حاجات. اول حاجه بوينت اس في بيفور وافتر، وبوينت كيو في بيفور وافتر. فاحنا تعالى كده نجيب الاول بالترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كاتيجوري 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا سيدي تعالى نمسكهم بوينت بوينت.
لو انا جبت كده اول حاجه خالص بوينت كيو بي 4. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هي بوينت كيو مش دول مع بعض؟ طالما دول مع بعض يبقى هنا بلس وهنا ماينس وهنا بلس. طيب كيو بلس مبدئيا. طيب يا مستر انت قلت اتجاهات بقى، ماشي حلو قوي. يبقى البي توتال ايكوالز بلس اي على دي 1 على 2. طيب الواير الثاني اي على دي 1 على 4 تطلع ب 0.75. ماشي. طيب ممكن نجيب بوينت اس برضه ب 4. ماشي يلا بينا. طيب هي بوينت اس ماينس مبدئيا، فالبي توتال بتساوي ايه؟ ماينس. طيب الاس في النص اي على دي 1 على 1 اي على دي 1 على 1 تطلع ب0. ماشي. طيب نجيب بقى بوينت كيو افتر. طيب ايه افتر ده يا مستر؟ بص يا سيدي، الراجل محتاج يحرك الواير ده شمال. طيب الواير ده لو مشي كده دي هو اللي قال هحركه دي، هو كان على مسافه قد ايه؟ 2 دي. انا هجيبه احطه هنا كده اهو، نقلت ده حطيته هنا، وده كده اصبح مش موجود، ده اختفى من الوجود. ماشي. طيب وده هوديه دي، فهيكون اهو. بس خد بالك انا ما عكستش الاتجاه، يعني القيم زي ما هي، وده كمان اتشال. خد بالك بقى المسافه دي كبرت زودنا لها دي، المسافه دي ما اتغيرتش، هي بقت بس هنا دي وهنا دي، بدل ما هي كانت 2 دي على بعضها اتقسمت. طيب تعالى نعيد من اول وجديد تاني. ماشي بسم الله. شيل بقى الفي دي، خلاص كده هو اتحرك خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا بلس وماينس دي لسه زي ما هي. ازاي؟ اهو يا سيدي بسم الله، هم عكس بعض مع بعض، يبقى بره بلس وجوه ماينس وبره بلس. هي بوينت كيو اي على دي، يعني البي توتال ايكوالز بلس اي على دي. طيب اي على دي، ركز بقى معايا، البوينت دي بره 1 2 3 4 5 تبقى 1 على 5، يعني كام؟ يعني 1.2. شفت كيو كانت كام وبقت كام؟ يبقى زادت صح. يبقى اولا بوينت كيو الاجابه انكريزد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بوينت اس، هنجيب بوينت اس افتر، ما زالت ماينس. طيب بوينت اس دي هنا اي على دي 1 على 2 اي على دي 1 على 2 0. ايه ده؟ دي كانت 0 بقت 0، يبقى remain vanished، ما زالت منتهيه، ما زالت 0، مش ما زالت زي ما هي، ما زالت 0. هي ما زالت زي ما هي برضو صح، مفيش مشكله. طيب هنا انكريز وممكن نكتفي، طبعا ممكن ما نكتفيش ونقول انكريزد باي، كانت 0.75 بقت 1.2، يبقى زادت قد ايه؟ زادت 0.45، ماينسهم من بعض 45 من 100. خلاص ماشي يا شباب؟ 45. يبقى الديفرنس لو حبينا نجيب الديفرنس بي، هي كانت كذا وبقت كذا، بقت 1.2 بي مثلا، واخد بالك؟ يعني الناتج كان طالع بالرقم ده 0.75. ماشي. ماينس اهو 0.75، الفرق اللي ما بينهم 0.45 بي. فهمت حاجه؟ زي الفل. طيب صلوا على النبي يا شباب عليه الصلاه والسلام. عايزين نعمل علاقه ما بين الاي 2 وما بين الفلكس. مبدئيا الوايرين دول مع بعض، يبقى هنا بلس وهنا ماينس وهنا بلس، يعني معروف ان بوينت سي بوينت جمع، فبجمع الفلكسين. الفلكسات اللي عندي دي وانا بجمعها اعمل ايه؟ فانا مضطر اجمع B1 بلس B2 علشان يديني B توتال عند السي. مظبوط؟ حلو قوي.
طبعا منطقي ان طالما في بلس كل ما اكبر البي 1 يعني كل ما اكبر الاي 2 او البي 2 كل ما اكبر ده كل ما الناتج يكبر. منطقي جدا صح؟ هنا السؤال بقى العلاقه هنا دايركت، فبص اول حاجه بستبعد ده. طيب ده صح وده صح وده صح، بس افهم شيء. الراجل هنا كتب ان في اي. بص لو فرضنا ان احنا بادئين من اي 2 بزيرو يعني هنبدا اي 2 بزيرو، هل لو انا فرضت ان الاي 2 بزيرو البي توتال هتطلع بزيرو؟ تعال نشوف. بص ده ميو اي 2 على 2 باي دي بلس ميو اي 1 على 2 باي دي. لو فرضنا ده بزيرو، زيرو يبقى ده طار، لو ده طار يبقى البي توتال تساوي بي 1 فقط. تساوي مين؟ بي 1 فقط، لان ده كده ما بقاش عنده كهرباء، فده بس اللي شغال. ايه ده؟ معنى كده ان انا لو فرضت ان البي 2 بزيرو معنى كده ان البي 1 هي اللي بتاثر في البي سي، البي توتال يعني. يبقى البي توتال ما بقتش بزيرو رغم تلاشي البي 2، الا ان البي توتال ما زالت ليها قيمه. يبقى العلاقه دي ما ينفعش تبدا من الصفر، يبقى العلاقه دي كمان غلط، والعلاقه دي طبعا غلط. يبقى الاجابه الوحيده الصح تطلع من فوق الصفر، لان دايما القانون اللي فيه بلس بيطلع من فوق الصفر، القانون اللي فيه ماينس زي بتاع الكاينيتيك كده، الكاينيتيك ايكوال اي ماينس اي دبليو، ده على طول بيكون زي اللي موجود في شابتر 5 كده، ده اللي موجود على طول بيطلع من تحت الزيرو، اللي هي العلاقه اللي هي عامله كده. خلاص يا شباب؟ طيب انا مستر ليه عملتها يونيفورم؟ اقول لك ببساطه زود بالعقل، كل ما تزود 5 هنعملها 5 زياده، يعني العلاقه تبقى يونيفورم. افرض ده برقم وافرض ده برقم، كل ما ازود ده الناتج هيكبر. بالنسبه للسؤال ده يا شباب كنا عايزين نتكلم فيه عن حاجه برضه، الموضوع اللي هو انك تجيب واحده بدلاله الباقي ده. بيقول لك الشكل اللي قدامك اكس واي زد كارينج ذا كارنت if the magnetic flux at B due to Y كذا، يعني عنده Y او بوينت بي سوري بتاع Y اسمه كذا. ركز معايا، فلكس بي عند اللي جاي من كارنت واي اسمه كذا. طيب صلى على النبي، تعالى نجيب الفلكس عند بوينت بي ديو تو واي. هو بالنسبه لواي اخباره ايه؟ نص سيت صلى على النبي، هو عباره عن ميو اي. طبعا احنا طالما كلهم واي احنا مش محتاجين نقول الميو، ممكن نقول اي على طول، ممكن نقول اي على هاف دي، يعني كانها 2 اي على دي باختصار. بقول لك على حاجه كانها 2، اهو الراجل مسمي دي بي. حلو كده؟ ديو تو واي بس. طيب تعال نجيب بقى عندي بي برضه بالنسبه لاكس. طيب بي عند اكس. بص يا سيدي، هو عباره عن كارنت فور كارنت، والديستنس هاف ديستنس، يعني كانها 8 اي على دي. 8 اي على دي، ما هي دي 2 اي يعني 2 بس اسمها بي، يبقى دي ال 8 اكيد ال 8 دي 4 اضعاف البي. ماشي. طيب فلكس دي زد. بالنسبه زد ده يقرب ايه البي؟ ركز معايا، 3 اي على 1.5 دي، يعني كانها 2 اي على دي، يعني 2 كانها بي برضه بس. خلصت. يبقى انا عندي واير اهو، وعندي واير اهو، وعندي واير اهو. ده بيدي فلكس اللي في النص ده اللي هو واي، ده بيدي بي وده بيدي بي وده بيدي 4 بي، والبوينت اهي. طيب ده اوت وده انتو وده انتو. ماشي؟ البوينت دي افكتد بالاوت من هنا والانتو من هنا والانتو من هنا. انتو وانتو دول بلس، دول مع بعض يدوني كام؟ 2 بي ماينس 4 بي يديني 2 بي في الاخر. السؤال هو لو انا عندي اللي هي دي 2 برضه، بيقول لك لما نريفرس بقى، بيقول لك ان الكرنت هنا ركز معايا، الفلكس عند بي اسمه بي توتال عند البي اسمه دي 2 نتيجه الاكس والواي، نتيجه مجموع الاثنين. طبعا هم عكس بعض يبقى بلس. طيب طالما بلس يبقى البي توتال ايكوال بلس اي على دي 1 على 2، اي على دي 2 على 1 تطلع ب 2.5.
يبقى البي توتال اسمها 2.5 عمل ريفرس الاكس. انا لما ريفرس الاكس يعني كانه باصص فوق، لما الاثنين يبقوا باصين فوق يبقى اللي جوه ده ماينس. ده مثلا مش هغير حاجه؟ انا بس هخليها 2 على 1 ماينس 1 على 2. ايه ده نفس الماجنتيود، انا عكست الاتجاه بس، فبقت 1.5. يبقى اعملها ريشيو البي توتال اوفر اكس بتساوي 2.5 على 1.5، يبقى الاكس بتساوي 3 بي اوفر 5. يبقى الجديده 3 على 5. وطبعا هي كانت 2.5 بقت ايه؟ بقت 1.5. شايف السؤال ده؟ تخيل كده معايا. بيقول لك ايه؟ ده واير. احنا طبعا بناخد البربنديكولار ديستانس، لو الكوين ده لف احنا بناخد البربنديكولار ديستانس برضه. ماشي. طبعا ده قصاد الهايبوتنس، يعني ده السايد اللي انا باخده فعليا، ده اكيد اقل من الهايبوتنس برضه. طيب ده لما يلف برضه باخد البربنديكولار ديستانس. طب يا مستر لما البربنديكولار ديستانس دي اقل من الهايبوتنس بالظبط، اللي اقل من الهايبوتنس دي الدي قليله، الفلكس عالي، ففلكس 2 و 3 عالي، هم قد بعض بس عالي، بس هم ستيل اعلى من واحد. طب بص كده سؤال 82 جميل قوي السؤال ده. بيقول لك ايه؟ انا عندي واير واحد بس، مسكته حركته، بس مره حركته في كيرف ومره حركته عدل. ايه اللي هيحصل؟ بص معايا. لما حركته في كيرف ايه اللي هيحصل؟ لو ركزت معايا ادي الكيرف، انا كنت حاطه هنا صح؟ ده الريديوس، ده البوينت اللي انا شغال عليه. لما اقفه كده هيبقى هنا مثلا، هيبقى ده الريديوس او الديستنس يعني. طب لما اجيبه هنا هيبقى ده الديستنس. طب لما اجيبه هنا هيبقى ده الديستنس. لما اجيبه هنا هيبقى ده الديستنس. هي المفاجاه كلها ان انا لما بحركه يمين وشمال، سوري، لو بحركه في دايره الار ده بيفضل ثابت لان الريديوس بيفضل ثابت، فالفلكس ريمين كونستنت. عشان كده بسطه ريمين unchanged doesn't change. طيب بالنسبه بقى لو عملنا له حركه من بره، لو هو بيتحرك على ده من بره كده دي الديستنس. طب كده ابعد، طب كده عشان بربنديكولار طبعا ابعد، طب كده ابعد خالص، طب كده اقرب سنه اقرب سنه اقرب سنه. يبقى كل ما تبقى الفلكس يقل ثم يزيد تاني. سؤال جميل جدا على فكره. طيب هنحمل الاتجاهات، ده انتو وده اوت وده اوت وده انتو. حدد الاتجاه، ادي البوينت اللي احنا شغالين عليها، ادي البوينت ادي البوينت ادي البوينت. ده انتو يبقى كده، ده اوت يبقى كده، ده انتو هيبقى كده، ده تانجنت اوت هيبقى كده. طيب دول مع بعض في نفس الاتجاه، شايف دول؟ ده وده هما الاثنين كده، فالاتجاه بتاعهم كده، ده السمشن. طيب ده وده هما الاثنين كده، فيبقى مجموعهم كده. ايوه ماشي، السمشن فين؟ اهو. مش لسه قايل لك انا موضوع البربنديكولار ده، هما بربنديكولار، الاحمر دول بربنديكولار، فالسمشن بتاعهم في النص يبقى رايت تو اون بيج تو رايت، اون بيج تو ايه؟ تو رايت. بص تعالى كده عشان نبقى خلصناهم كلهم، يبقى جبنا مره نغير الريفرس الاتجاه، ومره الريفرس نغير الديستنس، ومره نغير الكارنت. بيقول لك هنخلي ده 6 ماشي، فهنجيب كده هي دي بره تبقى ماينس صح؟ ماشي. تعالى كده نجيب الفلكس في الحاله الاولى 2 على 1 ماينس 1 على 3 هتطلع ب 5 على 3. ايه الفيرست كيس؟ طب السكند كيس بي اكس بس في السكند كيس خد بالك احنا مش هنعكس الاتجاه، يعني الماينس زي ما هو 2 على 1 والديستنس زي ما هي. شايف الكرنت ال 1 امبير ده اللي هو ده هنخليه 6، فيبقى الاجابه 0. يبقى كانت كده بقت 0، كانت 5 اوفر 3 بقت 0، يبقى بقت 0 اتلغت صح؟ يقول لك انا عندي بوينت اكس، بوينت اكس اسمها بي. طب تعالى نجيب بوينت اكس الاول. بوينت اكس دي مبدئيا ماينس بلس ولا ماينس؟ بلس او بلس. طب تيجي نجيب فلكس اكس، اكس دي 1 على دي بلس 1 على دي 1 على دي 1 على دي تطلع ب 2، يبقى البي اكس دي اسمها 2. اهو ده الراجل اللي مسميه دي،
اهو ال 2 ده احنا مسمينه ايه؟ بي. طيب اقف شويه تيجي نجيب واي، هي واي ماينس صح؟ فلكس واي، فلكس واي ماينس اي على دي 1 على 2، اي على دي 1 على 4 هتطلع ب 0.25. كانت دي بقت ربع، بقت للتمن. طبعا الراجل ما بيفهمش الحاجات دي عادي. بي على اكس ايكوالز الاولى بي الثانيه اكس، الاولى كانت 2 بقت 0.25. اعمل الكلام ده على الاقل هيطلع ب 8 اوفر 1، يبقى الاكس بتساوي 1 بي على 8. بالنسبه لمسائل النيوترال بوينت، الراجل قال في المساله دي ان بوينت بي نيوترال بوينت. نيوترال بوينت يعني ده فوق هيبقى ده انتو، خلاص يبقى لازم الواير ده اوت هنا وانتو هنا، يبقى انتو تحت واوت فوق، يبقى الكرنت ايه؟ فروم بي تو من اي تو بي. ماشي. لو سأل عن الالكترون يبقى العكس. طيب عايزين نقول لك فانش يعني فلكس ثابت، يعني الاي والدي دايركت. بص اي 1 بفوق، اي 2 مش عارف، ديستانس 1 ب 2، ديستانس 2 ب 8، اضرب نص ده في ده على ده يبقى 4 تايمز 8 اوفر 2 تطلع ب 16. بالمره. طب الامتحان ناخده بالمره. بص يا سيدي يقول لك عايز اوصل نقطتين يخلي الاكس ده نيوترال بوينت. طيب لو انا قررت اخلي الطرف ده كده والطرف ده كده هما اللي كهرباء كده، الكهرباء يدخل يتقسم على الرفيع ده وعلى الثلاثه دول. طبعا كده هيبقى الثلاثه فيهم كارنت مختلف، انا عايز اخلي الكارنت ايكوفالنت عشان اسميها نيوترال بوينت في الاخر صح؟ فالتقسيمه دي كده غلط، فانا عشان اخليها نيوترال بوينت صح لازم التقسيمه بتاعتي يبقى فيها كارنت متساوي. فاعمل ايه؟ اوصل بي بدي. ليه؟ عشان لو الكارنت جت اتقسم كده هيدخل جزء رفيع مع جزء تخين وجزء رفيع مع جزء تخين، يبقى الكارنت اتقسم بالتساوي، يبقى بي ودي. المسألة دي مهمة قوي على فكرة، بتخليه هو مبدأ واحد على فكرة. تعالى نحل مسألة نيوترال بوينت تكون سهلة وبعدين ناخد الفكرة الصعبة شوية. البوينت ده يا جماعة ازاي بنقسم؟ بنقسم دايركت. قال لك سلكين بارلل، واحد اسمه اكس واحد اسمه واي، ده اسمه اي وده اسمه 3 اي، والديستانس اللي ما بينهم 0.5 متر. طب خلاص النيوترال بوينت اكيد جوه ناحيه القريب، ده اي وده 5 فلو دي هتبقى 3 دي عشان الكرنت دايركت، يبقى المسافه دي كلها 4 دي ايكوالز هاف، يبقى دي 0.125، يبقى الحته دي 0.125، يبقى الحته دي 0.125 ثلاث مرات يعني 0.375، يبقى يبعد النيوترال بوينت تبعد 0.125 بالنسبه للاكس وتبعد 0.375 بالنسبه للواي، بس مش موجود في الاختيارات. تمام؟ طيب لو اخذنا دي برضه نيوترال بوينت، اولا هو بيقول لك ان هو نيوترال بوينت، البوينت دي بره ده فوق يبقى ده تحت، يبقى الاجابه ده نورد. طيب مش احنا اتفقنا ان الاي والدي زي بعض؟ طيب بص الاي 2 احنا عايزين مش عارفين، الاي 1 اسمه اي 1. طيب الدي 2 بكام؟ مسافه. الدي بتاعت الار بكام؟ ب 3 يبقى الاكس بتساوي اي على 3. شفت السهله ازاي؟ تعالى نحل السؤال رقم 70 في كتاب المعاصر صفحه 160 71 معلش اهو. بص كده بيقول لك ان الواير ده اي 1 وده 4، البوينت دي اسمها ايه؟ ماشي؟ ودي كلها اسمها دي، طبعا هتتقسم كام وكام؟ النسبه 1 إلى 4 يبقى نقسم على 5، يبقى دي هتبقى اوفر 5. دي نصيبها 1 يبقى دي اوفر 5، ودي نصيبها 4 يبقى 4 دي اوفر 5. اول استنتاج استنتجته ايه؟ ان الاي بتساوي دي اوفر 5، معلومه مهمه جدا وهنحتاجها بعد شويه. قال لك لو قررت ان انا ازود ال1 ده 4، ال1 ده لو زودنا 4 هتبقى النيوترال بوينت في النص بالظبط، يعني الاي دي عملت شيفت شمال،
كده. شفت قد ايه بقى؟ قال لك 10 سم. خلاص ماشي، يبقى ده 4 امبير وده 4 امبير، والبوينت كانت هنا، راحت نقلت وعملت شيفت 10. انت عايز توصل لايه؟ الحته دي كانت ايه؟ خد بالك. يبقى ايه و10، ايه و10. يا مستر فهمت، انت قصدك تقول ان الحته دي وصلت للنص. صح، هي فعلا وصلت للنص لان الكرنت بقى متساوي. انت عايز تقول لي كمان؟ عايز اقول لك كمان ان دي اوفر 2 هي 10 بلس ايه؟ صح، تصدق الحته دي قد دي فعلا؟ يبقى دي اوفر 2 ايكوال 10 بلس دي اوفر 5. ما الايه كانها دي اوفر 5، احنا لسه مستنتجينها. اعمل الكلام ده على الآلة، هنودي دي بالماينس ونضرب ناقص، هتطلع دي بتساوي 33.3 سنتيمتر. يبقى الإجابة هتطلع دي. خلاص يا جماعة؟ أعتقد إحنا لمينا ما يمكن لمه بالنسبة للمسائل بتاعت بارت 1. في مثال كمان يا شباب بالنسبة للجزء ده. في مثال تاني يا شباب بالنسبة للجزء ده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ال M دي نيوترال بوينت. ماشي. نيوترال بوينت يعني ايه؟ عايز يخلي الثلاث فلكسات مجموعهم يدي زيرو في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً هما الكرنت بتاعهم ايه؟ ده اي وده اي. طبعاً ما ينفعش ده يكون اي، تقول لي ليه؟ ما هو لو ده اي هيبقى اي واي دول هيلغوا بعض مثلاً، يعني لو هو باصص لتحت هيلغوا بعض ويتبقى ده. احنا مش عايزين حاجة تبقى، عايزين يبقى زيرو. فهنا بقى بيجي دور الذكاء. عشان اتفقت معاك ان انا لازم في نيوترال بوينت اخلي السمشن بزيرو. هو خلي السمشن بزيرو ازاي؟ ممكن واحد بيساوي واحد وممكن اتنين مجموعهم يساوي واحد. يعني ممكن انا عايز اخليها نيوترال بوينت مش لازم 7 بتساوي 7، طب ممكن 5 و2 يدوني 7 تتساوي مع ال7. فهمت؟ يعني انا بقى افكر واشغل دماغي. انا عندي ده انتو صح؟ وده انتو. يبقى عشان اخليها نيوترال بوينت لازم الراجل ده يبقى اوت. طب اوت يعني داون، ادي اول اجابه. طيب لازم مجموع الاثنين الانتو يبقى قد الاوت بالظبط. يعني لازم واير بي يكون فلكس بي او فلكس واير بي لازم يبقى قد فلكس واير A بلس فلكس واير C. طيب لان سي وايه انتو وده اوت، يبقى لازم اي على دي ايكوال اي على دي بلس اي على دي. انا سبت ميو اي، ميو على 2 دي شلتها كومن فاكتور. فلكس البي كارنت البي ما اعرفوش، بس انا خدت بالي ان المسافات متساويه. طب انا لسه كنت شلتها. انا اسف معلش. الاي الاول ده اسمه اي والاي الثاني ده اسمه اي، يبقى اكيد الناتج اسمه 2 اي. يبقى فعلا ممكن نخلي اي واي يجمعوا مع بعض يدوني كام؟ 2 اي. يبقى نيوترلايز مع ال 2 اي والاثنين عكس بعض ماينس يدي بزيرو. الكيرف ده يا جماعه المربع ده، الكرنت لما بيدخل هنا اي شكل هندسي مقفول، مربع، دايره، مستطيل، اي حاجه مقفوله، الفلكس اللي جواه دايما نيوترال بوينت. عرفت منين؟ اصل ده لما بيجي يتقسم جزء كده وجزء كده، اللي هيدخل من هنا 3i/4. ليه؟ بسط قليل كرنت اعلى، ده بسط طويل يبقى كرنت اوفر 4. ايوه فين المشكله؟ كرنت اوفر 4 كرنت اوفر 4 كرنت اوفر 4 كلهم انتو، وده 3 كرنت اوفر 4 اوت. الثلاثه الانتو 1 اوفر 4 1 اوفر 4 1 اوفر 4، ده 1 اوفر 4 1 اوفر 4 1 اوفر 4 يدوني 3 اوفر 4 انتو، وعندي 3 اوفر 4 اوت ماينس 1 بزيرو. هتطلع دايما نيوترال ايه؟ بوينت. خلاص يا شباب؟ اعتقد احنا عملنا كفرنج لكل الاجزاء. ماشي؟